كنظنوا باللي السياسة هي فن الكلام، قول الكلام، ردد الكلام، زوق الكلام، كذب في الكلام، المرة الجاية غتعاود ترجع وتعاود دير نفس الشيء وغادي يضحك على عباد الله وغادي توصل للرئاسات والمسؤوليات وغادي تستفد من الأجور وغادي تستفد من الامتيازات وغادي تستفد من الصفقات وتعاود ترجع وتكذب. ولكن في الآخر داك الشيء كيتفضح. حنا جينا دخلنا لهذه السياسة قلنا هذا واجبنا أمام الله باش نشاركوا الأمة ديالنا في التدبير ديال الشأن ديالها، وبدينا شوية بشوية. مشكلتنا الإخوان أننا جينا بالنية ديال الله، مشكلتنا أننا جينا ما كنكذبوش على عباد الله، مشكلتنا أننا جينا بالصدق وبالأمانة، ودغيا دغيا الشعب المغربي انتبه لنا ودغيا دغيا طلع بنا. الحمد لله الحمد لله. هذا ماشي اللعب، هذا ماشي اللعب. هذه المئات، هذه الآلاف، هذه القلوب الحية المتحمسة. وبهذه الطريقة هذه احنا ملي جينا لقينا الأمة عندها ثوابت. الثابت الأول ديالها هو الإسلام. قلنا احنا الإسلام ثابت ديالنا. ثابت ثاني ديال الأمة هو الوطن. قلنا احنا نكونوا مخلصين للوطن. الثابت الثالث ديال الأمة هو الملكية. قلنا احنا نكونوا مخلصين للملكية بلا ابتزاز بلا والو، لله. جينا في الطريق وجات أحداث اللي عرضت البلاد للخطر. قلنا لا، احنا ما نسمحوش بلادنا تمشي للخطر ويوقع لها داك الشيء اللي وقع للبلدان الاخرى. قلنا كنطالبوا بالاصلاحات ولكن في اطار الاستقرار وفي اطار النظام الملكي ديالنا. وسمعتيو لينا واستجبتيو لينا وجاتكم الانتخابات ديال 2011 واعطيتيونا المرتبه الاولى وترأسنا الحكومه. وهذه 5 سنين وحنا كنترأسوا الحكومه. والشعب المغربي كيشوفنا كيسمعنا كيشوف السلوكات ديالنا وكيعاونوه. حتى الخصوم ديالنا متبعين الحركات والسكنات ديالنا. هذه 5 سنين ما لقاوش فاش يشدوا في حزب العداله والتنميه. شوف غير شحال من مرة خرجوا لنا مظاهرات تيقولوا لنا ارحل ارحل ارحل. واش عباد الله متفقين حنا نرحل؟ إلا بغى الله غتكون، ولا بغى الله تكون الثانية، ولا بغى الله تكون الثالثة، ولا بغى الله تكون الرابعة. وأنا باغي نقول لهاد المخلوضين باغي نقول لهم واحد القضية. قلبوا على شي طريقة أخرى. راه إلا بقيتيو غاديين معنا بهاد التحرميات راه حنا جالسين هنايا حتى تسخفوا.
علاش؟ ماشي على شي حاجة، ولكن أخوتي الله شاهد عليا، جهد المستطاع، جيتكم بالصدق. داكشي اللي كيوقع كنقولوا لكم، درت جهدي، صلحت واحد العدد ديال الأمور، تنعترف قدامكم ما حليتش كل شيء المشاكل ديال المغرب، ما حليتهمش، ولكن درت جهدي انا والحزب ديالي وانا والحكومه ديالي، والحمد لله في هذه الخمس سنين، واخا دازت 5 سنين، واخا الاحزاب السياسيه عاده كتفقد الشعبيه ديالها، الشعبيه ديالي وديال الحزب ديالي ما زادت غير كبرات الحمد لله. طبعا عاونوني هذوك الرباعه ديال المدوخين، اش غندير لهم؟ المناورات عن اليمين وعن الشمال، حتى بغى الله يفضحهم وما يديروا المسيره المعلومه، راكم شفتيو كل شيء. ولكن بلاتي عندكم يسحب لكم هذيك المسيره غير حدث وداز، لا، هذيك علامه فارقه. اشنو بغيتي والمغاربه؟ جاوبوني، سكتوا حتى نسولكم، صبروا شويه. واش بغيتيو؟ لا، سمحوا لي، واش بغيتيو ناس معقولين اللي يجيو يقولوا لكم الحقيقه، يقولوا لكم اودي ها جهدنا، ها اللي نقدروا نديروا، ها كيفاش يمكننا نحسنوا الامور تدريجيا؟ ولا بغيتيو اللي يجي يكذب عليكم، اللي يجي يبيع لكم الاوهام، واللي بحال اللي كيتقال يوريك من الربح قنطار ويخسرك في راس مالك؟ هذا هو السؤال. سمحوا لي، بعد الاراده ديال الله كاينه الاراده ديال الشعب. انا نقول لكم اخوتي، هاد المخلوضين واعرين وعندهم